طيب. خلينا تاني هنقول يعني ايه خطأ معرفي؟ خطأ معرفي او تشوه معرفي، انا بحب كلمة تشوه معرفي دي قوي. ليه؟ لان انا ببقى لابس نظارة، ببقى شايف بيها شكل الدنيا بشكل معين، لكن حقيقة الامر ايه؟ ان مش ده شكل الدنيا، ان ده الشكل اللي دماغي بتترجم بيه الحاجات، فمخلياني ان انا ماشي في الدنيا تعبان، ماشي في الدنيا شايف حاجات معينة ازياني، وهي مش حقيقيه. زي ما بقول على طول في بدايه التعافي او في بدايه العلاج النفسي، بقول لهم يا جماعه على فكره هو اصلا النقطه بس في ان احنا بنبقى لابسين نظاره، مقتنعين بشكل كبير جدا ان هو ده شكل الدنيا، وهو فعلا ده شكل الدنيا، بس المشكله مش في الدنيا، المشكله في ان انا نضارتي مش نظيفه، انا نضارتي محتاجه ان هي تتنضف عشان اقدر اشوف بيها الدنيا بشكل احسن. طيب، فيعني ايه خطأ معرفي؟ يعني آه، انا اتعلمت ان انا مثلا احكم بناء على عقلي بحاجه معينه، ماشي، والحكم ده اصلا الطريقه اللي انا بستخدمها علشان اطلع الحكم ده في الاخر هي طريقه خاطئه. تمام؟ واضحه يعني ايه خطأ معرفي؟ جزء كبير قوي احنا العلماء في العلاج المعرفي السلوكي، واللي احنا بنستخدمه بشكل كبير جدا كدكاتره صحه نفسيه، وهو من اكتر العلاجات اللي بيتم استخدامها مع الناس كلها. العلاج المعرفي السلوكي الناس بتستخدمه علشان هو اصلا بيبقى قادر ان هو ياخدني لحتة السلوك، ان انا اغير السلوك، وفي نفس الوقت ابقى عارف الافكار اللي طالعة من السلوك دي، فتبتدي ان هي ايه، اشوف اقفش الخطأ اللي انا، الطريقة الغلط اللي انا بفكر فيها، وابتدي ان انا اغيرها. فهنبتدي في كذا كذا، هم 14 تقريبا خطأ معرفي، اوكي، عندنا كلنا كبني ادمين على فكرة، بس بنسبة. عشان برضو هنا حابة ان انا اوضح حاجة بسيطة، ان الناس كلها لما بنيجي مثلا ادي محاضرات زي اللي احنا فيها دي، وابتدي اتكلم عن الحاجات دي، ايه ده يعني احنا مرضى نفسيين؟ جماعة كلنا مرضى نفسيين، كلنا تعبانين، كلنا عندنا اخطاء تفكير، كلنا عندنا حاجات ليها علاقة بان انا اتعلمت حاجة غلط، وده عادي جدا لان احنا بشر. فبالتالي لازم ابقى عارف ان انا هنا، كون ان انا طلع عندي ال 14 فده عادي جدا، ماشي. يعني عشان في ناس تقول ايه ده انا طلع فيا ال 14 وتكتئب وتنام على جنب كده، لا احنا مش عايزين نعمل كده. احنا النهارده متجمعين مع بعض علشان نبقى صباح الهنا، علشان نبقى واعيين اكتر بايه الاخطاء التفكيريه اللي عندي، وازاي ابتدي اتعامل معاها لان هي مش حقيقيه. الجزء الاولاني هستأذن حضراتكم فيه، في ان انا هشرح، لان في شوية افكار، اوكي، هيبقى سهل علينا، وفي حتت تانية هبقى محتاجة ان حضراتكم تدخلوا وتتجاوبوا معايا في الاسئلة اللي هسألها. ليه؟ لان دي مصايب، كوارث 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 يعني بمعنى الكلمة. ففي شوية أخطاء في التفكير عادي إن إحنا نغيرها، أو تغييرها هيبقى بشوية تولز بسيطة، لكن في أخطاء في التفكير هي عبارة عن أصنام أنا عايش عليها، أصنام. أوكي؟ طيب، لو هاجي أتكلم عقلنا، إحنا كبشر كلنا عندنا حاجة اسمها تندنسي للحزن، عندنا ميل للحزن، أوكي؟ فالميل للحزن ده بيخليني ان انا ابتدي انقي بشكل غير واعي الحاجات السلبيه اللي بتحصل حواليا، وده هياخدنا لاول خطأ معرفي اسمه ايه؟ فلترنج، اسمه التصفيه. يعني ايه تصفيه يا جماعه؟ يعني ان انا مركز على التفاصيل الحياتيه السلبيه اللي جايه، للاسف في معظم الاوقات بتثبت لي وجهه نظري. يعني ايه؟ تعالوا، انا على طول بقول مثال بسيط جدا، بقول اصحى الصبح من النوم، اوكي، واول ما تصحى من النوم اتفرج حضرتك على انك انت اول ما صحيت مزاجك مش لطيف، فاقول النهارده شكله هيبقى يوم زي الزفت. بيبقى يوم زي الزفت ليه؟ عقلك حاجه من الاتنين، وده اللي انت محتاج انك انت الفتره اللي جايه تبتدي انك انت تركز فيهم. ليه؟ بصه والله، والله بص. ياي، عقلك قمر يا ماما. عقلك يا اما اكبر طاغية متسلط عليك، يا اما اكبر خادم مطيع ليك.
المشكله في ان انا مش فاكر، مش عارف ده، مش واعي لده ليه. لان انا لو انا قاعده النهارده دلوقتي واديت عقلي، فكرت بصيت على السبحه اللي موجوده دي وقلت دينا مدي ايدك اهو وخدي السبحه، هو حقيقه الامر ان انا، مين اللي ادى الاوردر ده لايدي؟ انا. مين اللي نفذه؟ ايدي. لكن مين اللي اتحكم؟ عقلي. طب مين اللي بيتحكم في عقلي؟ لا وعي. بنسبة كبيرة. ليه؟ احنا عندنا عقلنا متقسم لحاجتين، وعي ولا وعي. ماشي؟ الوعي واللاوعي، لو قلت لأي حد في الدنيا قول لي كده، لو انت ربنا مديك وعي ولا وعي، يعني وعي إدراك انت ماشي في الدنيا بتعمل حاجات وانت مدرك، اوكي، والتاني لا وعي انك انت ماشي في الدنيا بتعمل حاجات وانت مش واخد بالك ان انت بتعملها، قول لي النسبة هتبقى قد ايه؟ معظم الناس بتقول يعني 50 50، 60 40، 60 وعي و40% لا وعي. المصيبة السوداء ان احنا مش مدركين اطلاقا ان النسبة هي 5% وعي و95% لا وعي. يعني انا ماشي في الدنيا، اوكي، اللي متحكم فيا اصلا لا وعي. طب لا وعي ده فيه ايه؟ خزان الاحزان، عارفين يا جماعة؟ خزان احزان، احتياجات طفولة، جيناتي، تفكيري، معتقداتي، طريقة تصرفاتي، قيمي، أخلاقي، صدماتي، حاجات كتيرة قوي 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 موجودة في اللاوعي. عشان كده بقعد أقول على طول يا جماعة عشان نكبر في الحتة دي، يا جماعة عشان نتعلم في الحتة دي، انت الفترة اللي جاية عليك لازم تبقى عارف ان هي فترة محتاج فيها انك انت تقعد تراقب نفسك، تقفش نفسك. فانا هنا لما اصحى الصبح من النوم ودي عقلي دايركت اوردر، هو ده اللي انا بعمله يا جماعه على فكره. دايركت اوردر من لا وعي، ايه ده اليوم شكله هيبقى زي الزفت، انا اكني بالظبط اديت عقلي الاشاره، لو سمحت خلي لي بالك من كل حاجه تثبت لي ان يومي زي الزفت. تمام؟ فيبتدي عقلي يعمل حاجه اسمها ايه؟ تصفيه، ان هو ينتقي السلبي. اوكي؟ لان ناس كتيرة قوي لما بتيجي مثلا عندها مشكلة مع أهلها، عندها مشكلة في الحياة، عندها مشكلة، بيبقى مشكلته فرد أو قلة في معظم الأوقات. ليه؟ لأن هو مركز قوي هنا علشان مدي عقله بشكل لا واعي، بشكل لا واعي اوردر، أنا شايف نفسي إن أنا ما استحقش، فروح دور لي على كل حد في الدنيا يجي يثبت لي على إن أنا ما استحقش. فانت اول حاجة محتاج تاخد بالك منها في التشوهات المعرفية، التصفية اللي انت بتعملها. ليه؟ لان مفيش حاجة يا جماعة، معلش مع كامل احترامي للطريقة اللي حضرتك اصلا بتشوف الدنيا بيها وتشوف الناس بيها، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حد، دي عقلية ضحية، وعقلية يعني قميئة، صعبة 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 انك انت تعيش في الدنيا على اساس انك انت ضحية. يعني وبتكلم في ده مرارا وتكرارا وغالبا كل يوم وفي كل حتة وفي كل جلسة وفي كل لايف فانت لو انت ضحية فحضرتك هتتحاسب على ايه؟ ومعلش هو ليه انت ضحية؟ اه احنا بنعدي بمواقف صعبة، بنعدي بمواقف تقيلة، احنا في دنيا، في دار ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا قاعدة حياتية ليها علاقة بان احنا مصابين وهنعدي بابتلاءات كتيرة جدا. لكن النقطة هنا ان زي ما في ابتلاءات، في blessings او خيرات ربنا سبحانه وتعالى بيعملها. فالتصفية دي فكرة ان انا مدي شايف ان انا حياتي جحيم، ماشي عمال بنقي، اسمع الكلمة دي، انتقاء السلبي، بنقي السلبي. فانت محتاج هنا انك انت تقف مع نفسك اول حاجة، ده اول تشوه معرفي، وتعرف ما زي ما في سلبي في ايجابي. والواجب هنا احنا هناخد كل تشوه معرفي وازاي ان انا ابتدي اتعامل معاه. واجبك هنا لو انت قفشت في نفسك انك انت عندك حاجة اسمها تصفية، انك انت كل يوم بورقتك وقلمك، اوكي، تمام، شكرا، كل يوم بورقتك وقلمك هتبقى جاي تقول انا فكرت مثلا في ان انا هنا ان الحدث ده سلبي حصل لي، لازم تحط له 5 احداث ايجابيه قدامه.
الحدث السلبي اللي انت نقيته على مدار، عشان نعمل معادلة يا جماعة، عشان نبتدي نرجع كمية عقلنا ترجع تاني تشتغل بشكل مفيد وبشكل صحي وبشكل يساعدنا. ليه؟ لأن صدقوني هي كيمياء، بس أنا من كتر الصدمات والوجع والألم عارفين يا جماعة زي ما أكون إيه، أنا على طول بقول الكلمة دي، بقول أنت لو محبوس في أوضة مليانة تعابين، لو طلعت منها شفت حبل، اول حاجه هتيجي في بالك ان هو تعبان، لدرجه انك انت ممكن تبعد عنه بسبب صدماتنا. فلغايه اما نتعلم ازاي نتعامل مع صدماتنا، صدمات الطفوله، احتياجات الطفوله الغير ملبيه، اللي ان شاء الله باذن الله ربنا كريم كده، يا رب يا رب يا رب يا رب، واقدر ان انا اكلمكم فيها مرارا وتكرارا، عل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني. محتاج ان احنا نبتدي نشتغل على السيرفس. ايه السيرفس؟ اللاير الاولاني ده. اوكي، الاسئله في الاخر يا عبدو. تمام، ماشي. فانا في التصفيه لازم اخد بالي ان انا النهارده مثلا وانا قاعده بجد والله مش بهزر، في دبانه قرفاني بس في 50 حاجه تانية. اوكي، ان انا النهارده لما صحيت الصبح وانا نازل كان في الشارع بتاعي، في الشارع في زباله مركونه، ان في شجر، في كل حاجه في الدنيا، في النيجاتيف وفي البوزيتيف. لكن عقلنا، وانا هنا على طول برضو بدي مثال حلو قوي علشان تعرفوا برضو ان جزء من تكويننا كبشر هو ده. تمام، ايه ده؟ عايزه اقول لك انك لو ساكن في اجمل اوتيل على وجه الارض، اجمل اوتيل، اوكي، وليكن مثلا فور سيزونز، بما ان انا يعني بيج فان ليه وكنت شغاله فيه فتره لطيفه جدا في حياتي. فلو انا في الفور سيزونز مثلا وداخل بقى، شفت الملايات مشدوده والستاير مكويه والارض يا لهوي ايه القمر ده، ايه القمر ده. وانا ماشي اول ما دخلت الاوتيل كده وبقيت مبسوط جدا، ودخلت اوضتي وبقيت مبسوط جدا، لقيت حته منديل متكعوره على جنب. قسما بالله انا للحظه حياتي بتقف. ده بقى اوتيل معفن وبقى كذا وبقى كذا وبقى كذا وازاي ومش عارفه ايه، واقعد بقى ويا خساره الفلوس اللي انا دفعت، مع ان الموضوع بسيط جدا. اكلم الهاوس كيبنج، تعالوا في منديل مرمي على الارض او انا اشيله. فاحنا عندنا تندنسي علشان كده على طول الذبذبه بتاعتنا في الفرح والحزن غريبة جدا. المفروض ان انا في حالة اسمها الهوموستاسيس، او الحالة اللي هي الاستقرار الشعوري. ماشي، افرح شوية انزل تاني، احزن شوية اطلع تاني، ده السيكونس بتاع الحياة. مشكلتي بقى هنا ان انا عادي جدا ان انا ابقى حاجة تفرحني وارجع تاني للسواق، وانزل بقى حاجة تزعلني بمسك فيها. وده عشان نعرف برضو حاجة، أنا بس مش عايزة الدنيا تفتح مني عشان بقالي تلت ساعة في تشوه معرفي واحد. ده عشان برضو تبقوا عارفين إن جزء كبير قوي هنا مرتبط بإيه؟ مرتبط بإن أنا كبني آدم أنا عندي سعي غريب لتخليد نفسي. إحنا كبشر غريزتنا الأساسية المتحكمة فينا هي البقاء، للدرجة اللي بتخلينا إن أنا عايز أبقى مخلد. فانا اكتر حاجه بتحسسني بوجودي هي الالم. يعني انا شعب لطيف غريب، عندنا مشاكل كتيره جدا مش قادرين ان احنا نتعامل معاها، فبنبتدي ان احنا بدل ما نخلد وجودنا بالاثر نخلد وجودنا بالالم. تمام، ماشي، طيب. ده كده اول تشوه معرفي. علاجه ايه؟ زي ما قلنا ان انا كل فكره سلبيه، مش كل بقى، يعني اكتر الافكار السلبيه اللي بقفشها على مدار يومي هدور لها على 5 ايجابيين. ليه؟ لان برضو الشيء بالشيء يذكر. مش عارفه ليه حاسه ان انا عايزه اديكوا كل حاجه يعني وانا قاعده دلوقتي، بس الشيء بالشيء يذكر ان احنا كبشر الطبيعي بتاعنا احنا بيعدي علينا تقريبا عدد لا نهائي من الافكار. 80% من افكارنا اليوميه سلبيه جماعه. ده على فكره ساينس. يعني ايه ساينس؟ يعني حاجه دراسات اتعملت، مش كلام دينا. اوكي، ف اكيد انا مش هاخد كل فكره سلبيه جات لي على مدار اليوم، بس هاخد اكتر الافكار السلبيه اللي بحس ان هي ايه، بتعيقني. تمام، تمام، ماشي، طيب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على حبيبنا اللي جاي، التشوه المعرفي الجاي القمر، اللي ليه علاقه بايه؟ بالبوردر لاين. حبايبي، حياتي بقيتوا هدف من اهدافي في الحياه، هعالجكوا يعني هعالجكوا.
التفكير المستقطب. يعني ايه الكلمه دي؟ ايه مستقطب دي؟ بتهزروا ولا ايه؟ بتقولوا كلام مش مفهوم ليه؟ بولاريزيشن او التفكير القطبي، اللي هو ايه؟ يا ابيض يا اسود. طيب ما تجيش هنا. ماشي، ما تجيش هنا، ما تجيش. شكرا. ماشي. يعني ايه تفكير مستقطب او تفكير قطبي؟ يعني انا يروح الجيم 5 مرات في الاسبوع، كل مره ساعتين، يا ما اروحش. يعني انا يا اما بحبه قوي 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 قوي، يا بكرهه مش طايقه اشوفه ولا عايزه اعرفه. يا اما انا وهي صحاب وبنحكي لبعض على كل حاجه، كل حاجه، ادق تفاصيل ملابسنا الداخليه مع بعض. يا اما لو ما عملناش كده يبقى احنا مش صحاب. التفكير القطبي الحقيقه، عشان في ناس كتيره جدا بتبقى فاكره ان ايه ده، هو ده مش طبيعي. هو مش طبيعي ان انا وصاحبتي ان احنا نبقى بنحكي لبعض ما يعني مقاساتنا وحاجات كده لا مش طبيعي. لا مش طبيعي اطلاقا. ماشي. ليه؟ لان في حاجه مهمه جدا في الحياه احنا غافلين عنها بشكل كبير جدا، هي الحدود. وان الحدود هي اللي بتبني العلاقات. احنا كبوردر لاين او كناس عندنا اضطراب الشخصيه الحديه بنقع قوي في الحته دي. ما عنديش حاجه اسمها كومن جراوند، ما عنديش حاجه اسمها ارضيه، ما عنديش اللون الرمادي، مش موجود في حياتي. وببقى فاكر بشكل كبير جدا ان انا لو عملت كده فانا منافق. يعني لو انا مثلا فلان الفلاني دوت انا مش طايقاه، بس انا بتعامل معاه علشان احنا في شغل. احنا ما هو مش كل حاجه بيزد اون مشاعر. فانا هنا لا، يبقى انا انسانه منافقه، وانا لازم اروح اورين اقول للاعور. انا مره فاكره كويس جدا زمان وانا شغاله في سوما باي، كان جه حد عسل. جه لقيته بيقول لي دينا، يعني انت المشكله انك انت بتروحي. طبعا كنت من الناس الحاده جدا في التعامل، وبحزق في الحياه جامد جدا. فكان بيجي يقول لي ايه، دي انت مشكلتك انك انت بتروحي تقولي للاعور انت اعور في عينك. فقلت له يعني هو اعور وعارف ان هو اعور وجاي يوريني ان هو عنده عينتين، ما هقول له ان انت اعور. طلع ده ان هو لا، ان انا كان عندي قيم مشوهه. انا كدينا كان عندي قيم مشوهه، واللي كنت بدي فيها الأحقية لنفسي ما دام أنا شايفاك بشكل معين. فأنا يعني، ودي هنجيلها في حتة الأحكام، لأن هنا في كلام كتير قوي هيتقال. فالنقطة هنا في إن أنا محتاج برضو في الحتة بتاعة التفكير المستقطب أحط كذا لاير في حياتي. أوكي؟ إن الحياة مش مشاعر بس، أول حاجة. ماشي؟ تمام؟ ليه؟ لأن أنا ممكن أكون مش بحب الحاجة بس مضطر إن أنا أعملها. والتفكير المستقطب للأسف في معظم الأوقات بيبقى معجون كده، معجون. تمام. كنت شخصية حدية، أنا لازلت شخصية حدية، أنا قمر جنن فظيعة. ماشي. الحتة بتاعت إن أنا هنا العجن اللي حاصل جوايا بتاع إن أنا يا إما الحاجة تتعمل يا أبيض يا أسود، معجونة بحاجة جميلة قوي، هي السعي إلى المثالية. انا زي ما قلت، انا لو ما قلتش للعور انت اعور في عينك انا هبقى هنا منافقه. منافقه ايه يا حبيبتي؟ ما انت هنا انت كده مؤذيه. تمام. يعني فجزء بقى من ان انا لما اقفش نفسي عندي تفكير مستقطب، لازم اعرف ان انا في حاجه اسمها مسطره للصحه النفسيه. المسطره دي لو من 0 ل10، فالصحه النفسيه بتيجي من 4 ل7. فأنا هنا من 0 ل3 أنا مريض، ومن 7 ل10 أنا مريض. إيه أنا كبني آدم عبارة عن إيه؟ بشر. عندي الهوى. فرويد قسم البني آدم، قال في حاجة اسمها الهوى اللي هي منبع الرغبات والشهوات، وحاجة اسمها الأنا العليا اللي هي الضمير، وفي حاجة اسمها الأنا اللي هو يا عيني علينا إحنا اللي محتاسين في النص. فيجي الهوى ياخدني علشان اعمل حاجه غلط، تيجي الانا العليا تسحبني علشان ارجع تاني لمنطقه السواء. انا هنا بقى ساعه ما بعمل حاجه غلط فانا ببقى انسان سافل وما استاهلش العيشه. لما اعمل حاجه صح فانا اروح احكم على كل البني ادمين اللي بيعملوا الحاجه صح. لو انا هنا حطيت تارجت ان انا اعمل دايت، فانا لما اعمل دايت اروح اعمل الدايت دوت، لكن لو كلت شوكولاتايه صغنطاطايه يبقى انا هنا انسان فاشل، وانا هنا مش هعرف اكمل الدايت، فاروح اقضي على الاخضر واليابس. ده بيحتاج مني ايه؟
بيحتاج مني ان انا ابتدي اتعلم بشريتي، وان انا لما الاقي نفسي باكل الشوكولاتايه ديت اللي ممكن تكون هانا يعني بوظت جزء من الدايت بتاع النهارده، هو الحته بتاعت ان انا ارجع تاني، لا دي مش هتبوظه. لا يو نيد تو ستوب انك انت تاكلي شوكولاتايه. لا يو نيد تو ستوب انك انت بني ادمه، والعادي بتاعك انك انت هتبقى عندك حاجات محتاجه انك انت تلبيها، وانك انت تعترفي بضعفك في حاجات معينه. الشغل هنا كتير قوي. وفي مقوله على طول بقولها قدامك، حطها قدامك كده: ما لا يدرك كله لا يترك كله. الله يكرمها ويرضيني بيها دائما وابدا، يخليها ليا يا رب ويعافيها. مش هي بس، يعني هي والبنات التانية، إذا كان مارتينا، إذا كان أسماء، إذا كان مريم، البنات اللي بتشتغل معايا. لما باجي اقعد اقول لها تقول لي يا دكتور ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني يا حبايبي ما هم برضو بيسندوني في اوقات كتير. فهي النقطة هنا في ان احنا الحتة بتاعت ان انا يا اما الكل او اللا شيء لازم ابتدي اخد بالي منها، ولازم ابتدي اعرض نفسي للنقصان. يعني ايه؟ يعني ان انا ابتدي احط تارجت ليا ان انا اروح الجيم. انا بتكلم عننا كلنا كبشر حبايبي. ان انا احط ان انا ابقى في الجيم، فاروح 5 ايام كل مره ساعتين في اليوم. فلما اسقط يوم ان انا ابتدي اعود نفسي على النقصان، ان عادي، عادي ان انا ما اروحش كل يوم. ده بالعكس، ده الطبيعي ان انا ما اروحش كل يوم. اوكي. الطبيعي بتاعي ان انا هيجي لي يوم واحترم فيه بشريتي، وان انا مش قادره، وان انا تعبانه، وان انا. فالتفكير المستقطب من الحاجات اللي محتاج ان انا ارجع تاني افكر نفسي. يعني انا مثلا النهارده لقيت نفسي اسمعوا الكلمه دي، لان تاني التفكير المستقطب برضو هيبقى مربوط قوي بالحته بتاعه الله. طب والصلاه حاضر، مربوط بالحته بتاعه السعي الى المثاليه. فانا هنا سعي الى المثاليه وجلد الذات في ليله كبيره لسه ورانا، يا رب يا رب يعني نقدر ان شاء الله حتى نخلص جزء كبير منها، وممكن المره الجايه ناخد حاجات براكتيكال. طيب، اجي بالليل ابقى عملت مثلا للعيال حاجات كتيره جدا، بس ما لحقتش اعمل لهم الكيكه اللي كان نفسهم فيها. تمام. فهنا ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقعد اجلد ذاتي، وهنتكلم طبعا عن جلد الذات والسعي الى المثاليه، لان هما زي ما بقول الثلاثه مرتبطين ببعض جدا. فانا اقعد اجلد ذاتي. محتاج تفكر نفسك باللي عملته يا جماعه. يلا انا بحب الحته دي قوي. طيب، سيدنا آدم عليه السلام، عشان تعرف برضو انك انت، طب انا هبتدي اتكلم عن التفكير المستقطب معاه السعي الى المثاليه، لان هما الاثنين مرتبطين ببعض جدا. الحته بتاعت سيدنا آدم عليه السلام، الله عز وجل يا حبيبي يا رب اداله الجنه كلها: كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. تمام. هنا سيدنا آدم عمل ايه؟ الشجره. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان انت تاخد بالك من ان جزء من تكوينك هو السعي الى الكمال. الجنة، الشجرة. طيب عشان انا دوري في الحياة ان انا ازكي نفسي وابتدي اتعلم ازاي ان انا اطوعها، وابتدي اعلمها ازاي ان هي، وخلوا بالكم الكلام، اطوعها مش اكسرها، مش احاربها. الكلام وجهاد النفس، جهاد النفس، جهاد جاية من مجهود، من جهد في ايه؟ مش في، محدش بيعمل مجهود علشان يأذي حد يا جماعة. بذل المجهود بيبقى جاي علشان ان انا اخد بالي من حد. فالكلام التقيل اللي احنا بنقعد نقوله وانت لازم تجاهد نفسك وتحارب، ليه؟ طب ربنا، هو ربنا مديها لك عشان ايه؟ عشان تعذبها؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى بيقول ما يفعل الله بعذابكم. يعني عشان برضو في ناس كتيرة جدا من الناس اللي بتسعى الى المثالية، اعملوا لايك وشير علشان احنا هنا بنقع. ها؟ تمام. من الناس اللي بتسعى للمثاليه، فهم للناس اللي بتسعى للمثاليه هو ربنا سبحانه وتعالى. ما يا جماعه الموضوع هو عليه هين. هو لو عايز يخلقنا ملائكه ما كان خلقنا ملائكه. فالنقطه هنا بتاعت ان انا اصلا واقف في الحته بتاعت ان انا بالليل وانا قاعد كل اللي بعمله ان انا بلست ثغراتي. لا، انت محتاج تلست انجازاتك. فاحنا تاني واجب هناخده من النهارده، الواجب بقى بتاع التفكير القطبي والسعي الى المثاليه، ان حضرتك كل يوم هتكتب لستة بانجازاتك.
وانجازاتك مش ان انا خدت مسابقة الجمهورية في مش عارفة ايه، انجازاتك هي انك انت انا عملت لايف النهاردة وطلعت فدت ناس كتير مثلا. انا بصيت لبنتي وسقفت لها وهي نازله من على الزحليقه علشان كانت انجاز يا جماعه، علشان احنا بس الايفكت بتاع السوشيال ميديا ورغبه الانسان في ان هو دايما يبقى ليه اثر في الحياه، سبحان الله. فهي النقطه في ان انا على طول بقعد ادور على الانجاز، انه يبقى انجاز. انجاز ايه؟ انجاز. انا بالنسبه لي فكره ان انا شربت القهوه قريت صفحتين، اوكي، وهنا علشان ما نوصلش للنقطة بتاعت ان احنا نرفع ايدينا عن اخطائنا، محتاج ان انا بعد ما اعمل ده ابتدي ابص على الحاجات اللي ممكن اكون محتاج ان انا اتعلمها جديدة. تمام. زي ايه؟ زي جه سؤال لطيف جدا 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 هنا عن الصلاة. طب والصلاة، اقول لكم على حاجة. كم واحد فيكم بيجلد نفسه علشان الصلاة طول الليل والنهار؟ هل ده غير حاجة؟ هل قدرت تعمل حاجة؟ اوكي. اللي عايز مصحة ابعت لي مسج وانا ان شاء الله هبعت لك اسمها. تمام. هل انا بجلدي لذاتي ان انا ما بصليش اتغيرت؟ ولما نيجي نتكلم عن جلد الذات هنبقى فاهمين. لكن النقطة هنا في ان حضرتك محتاج انك انت تعمل ايه؟ تسرسب العبادة. يعني ايه تسرسب العبادة؟ انا مسؤولة عن الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعة، علشان تاني ما تقنعنيش ان حضرتك هتيجي هنا تسمع الكلام لما اجي اقول لك ايه، لا هي فرض وانت لا، ما انت عارف كل الكلام اللي هيتقال هنا انت عارف. لكن حقيقة الامر ان احنا في حاجات كتيرة جدا في العبادات بتكون تقيلة على بني ادمين معينة، فانت محتاج انك انت تعمل ايه؟ تبتدي تسرسبها، تبتدي تدخلها. يعني انا مثلا في العلاجات النفسية، لان انا برضو طبعا بحاول اساعد الناس على ان هي تعمل كل اللي هي نفسها تعمله في الحياة اللي يفيدهم. طبعا في افيد من الاتصال بخالق ذاتي سبحانه وتعالى. عمرنا لما حد يجي يقول لي انا عايزه اصلي واقعد اتكلم معاه شويه عن الصلاه وقد ايه هي ان هي احتياج روحي، على فكره هي احتياج، هي زيها زي الاكل، هي احتياج لروحي علشان تنمو زي ما انا باكل علشان انمو او ابقى. فانا طول ما انا ما بديش لنفسي، انا عباره عن حاجتين، روح وجسد. الروح ليها احتياجات والجسد ليه احتياجات. فانا لو هنا فانا لو هنا بلبي احتياجاتي الجسديه، محدش فينا بيقول هو احنا بناكل ليه، محدش بيجي في باله. لكن انا بصلي اصلا عشان بصلي لربنا. يا حلاوه، يا حلاوه، يزيد حته يا جماعه لما نصلي، سبحان الله يعني. فهي النقطه هنا في ان انا لما باجي ابتدي هنا، بنبتدي نعمل ايه؟ بيبي ستابس. ابتدي الصبح ومغرب مده اسبوع. لقيت نفسك لسه بتدوحر في اخر الاسبوع، زود اسبوع كمان ان انت تبقى صبح ومغرب بس. بعدها نبتدي ندخل الفن. انا يا جماعه على فكره النهارده اللهم لك الحمد بفضل وكرم ونعمه من ربنا ان انا الصلوات بالسنن. وانا لغايه من 5 6 سنين فاتت كنت بصلي الصبح والظهر والعصر بالعافيه، وما بقدرش اصلي مغرب وعشاء. ليه؟ برضو كان عندي سعي الى المثاليه، وكان عندي تفكير قطبي، وكان عندي يا اما اصلي ال5 صلوات في وقتهم وبالسنن وبالذكر وبالقيام، يا اما لا. ما هو كده كده ملهاش لازمه، ما انا ما مش يعني انا سقطت حاجه يبقى ملهاش لازمه. فجزء كبير قوي بيجي هنا من ان انا ابتدي ادخل عادات جديده او حتى عبادات جديده. اوكي. عايزه ابتدي اصوم، ابتدي قبل ما يجي رمضان اللي جاي، سرسب العباده بالراحه. صوم يوم تاني في الشهر، صوم يومين في الشهر. اوكي. تمام. طيب، مفهوم لحد كده؟ مفهوم. عشان ايه ناخد ايه، نمشي. لسه عندنا. انا بس عايزاكم يا جماعه بس بجد والله في الحته بتاعت الصلاه دي، عشان انا اصلا لما حد بيفتحني في حاجه ليها علاقه بالنفس في الدين ما يعني، عايزاكم تبتدوا تبصوا لها بصه مختلفه شويه. حقيقي، حقيقي، حقيقي. انت بتاكل وتشرب مش زي ما انت فاهم، مش زي ما حضرتك فاهم، عشان دي لاكجري. انت بتاكل وتشرب عشان ده امر الهي. الله سبحانه وتعالى امر حضرتك بالاكل، قال لك ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمام. فانت اصلا لما بتاكل هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. انا اصلي اخياي، عشان احنا عندنا شويه مفاهيم
غريبه شويه ليها علاقه بان اصل اللي بيصلي دوت يبقى انسان مش كول، اصل اللي بيصلي دوت فهو انسان ما بيغلطش، فانا بغلط فما ينفعش ان انا يعني حاجات كده محتاج ان انت تقعد مع نفسك فيها، تتعلم اكتر الاول قبل ما تبتدي انك انت تتعامل معاها. فانت محتاج تغير وجهة نظرك في الحتة بتاعت الصلاة. ليه؟ لان هي احتياج روحي، لن تنمو روحك الا بالصلاة. زي ما هو الاحتياج الجسدي، جسدك لن ينمو ولن يستمر الا بالاكل والشرب. تمام؟ طيب، الافراط في التعميم. ماشي، حاجة مهمة جدا بنعملها بشكل فظيع. بس كل الممثلين شمال، كل الممثلين لازم يتنازلوا. عارفين لفظ كل او على طول؟ في حاجات كده لو هتقفش نفسك وانت بتقولها، مفيش حاجة اسمها كده. وجودك في الحياة هو بناء على ان حضرتك فرد، مفيش منك اتنين. فازاي تاخد فئة التفييق اللي احنا بنفيقه للناس وتحطهم، بما ان حد فيهم اتنين تلاتة او الغالبية العظمى بتعمل كده فيبقى كلهم بيعملوا كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. كل الستات ما بتعرفش السوق، كل الرجالة خاينة. هنلاقي برضو في الكلام ده، ماشي، لفظ بنقوله كده في العتاب مع الناس. مثلا لو انا بحب حد من صحابي واحنا بنحب بعض، ف ف انت على طول ما بتفهمنيش. يعني ايه على طول دي؟ يعني ازاي على طول؟ يعني راجع نفس حضرتك شوية يعني. يعني ايه على طول دي؟ طب انتوا ازاي؟ آه ازاي؟ انا مش قادرة. بيحبوني، بيدوني مشاعر، عمالين قلوب 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 قلوب. انا قاعدة بتكلم هنا مع حتة حديد. فهنا النقطة في إن الحتة بتاعت التعميم اللي أنا بعملها مع الحياة ومع الناس ومع الظروف ومع المواقف، كل الناس ضدي أنا، إيه خيرا خيرا. يعني ليه حضرتك نازل عشان تكفر عن خطيئة البشر؟ فمحتاج إن إحنا هنا نبتدي إن إحنا نبص على حاجات ليها علاقة بشويتين ثلاثة أربعة بالإيه، بالشكل بتاع التعميم اللي أنا بعمله. واول ما اقفش نفسي بقول كل، اول ما اقفش نفسي بقول على طول، ادي نفسي اثباتات ان مش كل ومش على طول. تمام؟ عقلي الفتره الجايه محتاج ان انا عشان اعرف اتعامل مع التشوهات المعرفيه اللي موجوده عندي، ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابتدي اخده. لان زي ما انت مؤمن بده، لازم تبتدي تشوف الصوره كامله، ان في حاجه تانية كمان. تمام يا اولاد؟ ماشي، ايوه. ابتديت. ايوه كده. شغلتنا الأساسية اللي جاية دي أربعة، القفز إلى الاستنتاجات. طبعا أنا عايزة أقول لكم إن إحنا لسه في أربعة، وعارفة إن إيه يعني، إحنا تقريبا ما شاء الله اللهم بارك كلنا عندنا الحاجات دي. أي قفز إلى الاستنتاجات. ما ردش علي بيخوني، ما ردش علي بيخوني، ما هو بيخوني. قلب الموبايل على وشه بيخوني. مديري ندهني هيرفدني. دي هترفد يعني. المدرسة كلمتني بنتي راحت في داهية يعني. كلنا بنعمل ده بشكل صعب قوي. الجماعة اللي فاتح عشان انا الشمس دي مخلياني ان انا مش شايفة حاجة. حبايبي اللي فاتح المايك بس يقفله. بحب الاستنتاجات قوي. فانا هنا يا جماعة، ثانية واحدة، نعمل لكم ميوت كلكم، ما تخليش حد في كده. انت يا حازم. تمام. فانا جزء كبير جدا من الحته بتاعت ان انا قاعد هنا، ودي مهمه برضو قوي قوي ان انا هتكلم فيها مع تشوه معرفي اخر، لان هما الاتنين برضو مرتبطين ببعض جدا. حاجه اسمها التنبؤ بالاخر. اوكي؟ يعني عندي تشوه معرفي اسمه القفز الى الاستنتاجات. ليندا ليندا اعملي ميوت من عندك، لان انا مش عارفه ليه مش عارفه اعمل لك ميوت. انت ايه، بنت اخت صاحب زوم ولا ايه؟ ماشي، تمام. القفز الى الاستنتاجات، عايزه اريح حضرتك من حاجه، حطها في بالك كده. تمام؟ والله العظيم هتساعدك كتير جدا 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 في حياتك. مساء الفل. اوكي؟ لا التيك توك مش برد عليهم، التيك توك ممكن يحضروا معانا وممكن ارد عليهم في الاخر يا جماعه، والله بجد يعني. اوكي؟ في الاخر خالص، بعد ما اخلص المحاضره، لان هي محتاجه، هي محاضره
شرح اكتر من ان هي حل او اجابات للاسئله. اوكي. طيب، النقطه هنا في ان انا محتاجه انك انت تحط في بالك حاجه. اوكي. لان هي ليها علاقه هنتكلم، ليها علاقه بالقفز الى الاستنتاجات، ليها علاقه بان انا دايره السيطره، ان انا دايما في معظم الاوقات ببقى خارج دايره سيطرتي، وليها علاقه بحاجه تشوه معرفي كبير جدا جدا ومؤلم جدا اسمه التنبؤ بالاخر، واللي بيطلع منه في معظم الاوقات الاحكام. فدول برضو عقده كده على جنب مكلكعه. اوكي. فمحتاج ان انا اخد بالي. طيب، ايه دينا عايزه تقول لنا ايه هنا ان احنا نريح بيه نفسنا؟ عايزه اقول لكم يا جماعه بمنتهى البساطه، احزق قد ما تحزق مش هتعرف حد. مفيش حاجه اسمها ان انا فاهم هو بيعمل كده ليه. ما فيش. اصل انا فاهم هو بيتصرف كده بناء على ايه. ليه؟ تعالوا اخدكم في رحله بسيطه للحته بتاعت الفهم دي. ماشي. لان هي مهمه جدا وبيطلع منها احكام قاسيه جدا على النفس وعلى الاخر يعني. اللي هي ايه؟ اللي هي ان حضرتك بتشوف الاخر. اوكي، يعني انا شفت فلان. اوكي، فالنظره اللي انا بصيت له بيها دي، خلي بالكم الحته دي مهمه جدا. النظره دي دخلت جوه، عملت ايه؟ انعكست في حاجه اسمها الفيجوال كورتكس اللي عندي في عقلي، الجزء المسؤول عن الابصار في عقلي. وعقلي ده اللي هو فيه ايه؟ في بقى خزان الاحزان، اللي هيخش يجيب لي حد عمل حاجة شبه اللي ده عملها من زمان، فيبتدي يروح لحاجة اسمها الذاكرة الانفعالية، يولد مشاعر شبه اللي انا حسيتها لما ده اللي عمل فيا من حاجة من انت. وابتدي ان انا اعمل له حاجة اسمها فريمنج، يعني ان انا هحطه في اطار، هقولبه، احطه في قالب كده عشان في الاخر يطلع مني ان انا استنتاج عن الآخر إن هو عمل كده عشان كده. طيب، إيه إثباتات حضرتك في الكلام اللي أنت بتقوليه لنا ده يا دينا إن هو يعني إحنا ما نقدرش نفهم الآخر؟ وهقول حاجة هنا، لأن في فرق بين الفهم والمعرفة، وهنعرف الفرق بين الفهم والمعرفة لأن ده مهم جدا جدا. إحنا مش مطلوب مننا احنا مش مطلوب مننا ان احنا نفهم بني ادمين، احنا مطلوب مننا ان احنا نعرفهم. ليه؟ لان الفهم مبني على اصدار حكم، المعرفة مبنية على اصدار، المعرفة مبنية على فضول، بحاول اتعلم بيه نفسي والاخر. تمام. طيب، فانا هنا لو كلام حضرتك ده حقيقي، ايه اثباتاتك ان انا ما اقدرش افهم بني ادم؟ اثباتاتي بسيطه جدا، ان اصلا في الاربعين النوويه اللي ربنا سبحانه، اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني جمعوا فيه الاحاديث بتاعه ان التولز والحاجات المهمه جدا ان احنا نتعامل بيها في الحياه واللي احنا نعرفها عن نفسنا قبل ما يكون عن الاخر. هي الحته بتاعت اعملوا لاف وشير يا اولاد. هي الحته بتاعت ايه؟ انما الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى. يعني ايه؟ الله، الله. طب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف الخلق كان عارف النوايا؟ بلاش. سيدنا عيسى عليه السلام اللي كان بيخلق من الطين كهيئة الطير، وكان بيبرئ الأعمى والأكمه والأبرص، وكان بيعمل اللي عنده، ربنا سبحانه وتعالى كان مديله معجزات قد كده. عمرك سمعته بيتنبأ بحد؟ بلاش القصة العظيمة بتاعت سيدنا موسى اللي من أعظم، يعني طبعا أحسن القصص في القرآن، عشان ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا لأن فيها جميع أشكال الأنفس. سبحان الله، النفس الغائبة والنفس الحاضرة والنفس الراضية والنفس المؤمنة. قصة سيدنا يوسف بعدها أنا ببقى شايفة القرآن كله يا جماعة مليان قصص سيدنا موسى. طب سيدنا موسى وهو ماشي مع الخضر كده، هو عمال يقتل ويعمل، وسيدنا موسى كليم الله قدر يعرف نيته. فحضرتك مالك بقى؟ قاعد لي بتحزق ليه في انك انت فاهم الناس حواليك؟ يا فاهم، يا عارف، يا اللي ماشي عمال بتصدر وتلقي احكام يمين وشمال. وبمنتهى البساطة احكامك على الناس ما هي الا اسقاط لرؤيتك لنفسك. تمام.
طيب بلاش، ادي اثباتات ممكن اكون جايباها من القرآن الكريم ومن جميع، على فكرة انا بستشهد بالقرآن لان هو منهجي في الحياة، اوكي، والسنة طبعا. لكن ده لا يعني ان انا مؤمنة تماما ان التشريعات في الاديان السماوية كلها واحدة. حتى ما فيش مرة ابقى بتكلم مع مارتينا بقول لها احنا عندنا في القرآن في كذا، غير لما تطلع لي آية من الانجيل فيها نفس الكلام. طب بلاش ده، تعالوا ناخد نفسنا المثال بسيط جدا كده. هو اي حد بيجي يعني عشان يتعالج مثلا يدفع آلافات ويقعد يحزق علشان يفهم نفسه ويعرف، وبالورقة والقلم ويذاكر ويقفش تشوهات معرفية ويعمل تحكم في مشاعر ويبتدي يعرف معتقدات خاطئة وشغل شغل شغل شغل, شغل عشان ايه بعد شهور يبتدي يبتدي يعرف نفسه. فحضرتك يعني تاني المجهود اللي انت بتبذله هنا مش في مكانه. اه يا دينا، يعني انت عايزه تقولي لنا ان احنا مش هنفهم بني ادمين؟ لا، بنعرفهم فرق كبير. ليه؟ ايه الفرق بين فهمك لبني ادم ومعرفتك ليه؟ فهمك لبني ادم ان انت جيت بصيت إيه، مثلا هديكم مثال يعني مش هحكم على المثال. حاجه من الحاجات الغريبه جدا اللي بنعملها واللي لسه مثلا جايه لي على تيك توك من شويه، هو انت برج ايه؟ تفتكروا احنا بنعمل كده ليه؟ عقلنا كسلان. يعني ايه عقلنا كسلان؟ يعني انا عرفت ان برج الجوزاء مثلا فهم مجانين، فهم مش عارفه ايه، فهم ايه، فهم ايه. فلما اجي انا ده فهمي عن البرج، فلما اجي اسال فلان فيطلع برج الجوزاء فحطه في الكاتيجوري دي، حطه في الاطار ده. ده بيسهل عليا انا، بيديني الامان على فكره في ان انا ابقى خلاص كده تمام، انا كده عرفته وخلاص وحفظته وفهمته وحكمت عليه وعارف ان هو انسان عملي، يبقى هو ما عندوش عواطف، مودي. فلما يجي مثلا يبقى مكشر اقول اه لا اصل هو مش عشان انا عملت حاجه ممكن تكون مضايقاه، او عشان هو عنده ظروف، هو عشان مودي، عشان هو متقلب المزاج. بوردر لاين يبقى خاينه. والله العظيم يعني لما بحط طبعا الفيديوهات بلاقي كومنتات الناس مش فاهمه ان انا بوردر لاين. بوردر لاين تبقى خاينه، بوردر لاين تبقى يا جماعه ما في من ده، في ده وفي ده، في كل حاجه في الدنيا. انت بتاخد الاقرب للي يريحني، تمام؟ فالحته دي انت عايزه الناس ما تعملش حاجه وتقعد بدون هدف. طب انت طالعه تهري ليه؟ السؤال الاحلى، انت قاعده معايا ليه ما دام انت شايفه ان ده هري؟ دي ليف ده بتاع، ماشي. فهي النقطة هنا في انك انت او انت، فكرة انك انت شوفوا يعني مثلا انت قاعدة انت عايزة الناس تقعد تعمل ايه؟ يعني الناس تقعد تعمل ايه؟ يبقى احنا شغلنا الشاغل احنا جايين الدنيا عشان نحكم على ناس ونسيطر عليهم ونحكم عليهم ونطلع فيهم قططهم الفطسانة. فهي النقطة هنا ماشي كملي فرجة، ربنا يا رب يعافينا جميعا. تمام. فهي النقطة في ان انا هنا ما دام انا بتعلم حاجة، بدل ما اتعلمها وادخلها في دماغي عشان ابتدي اطلع واطبقها وابتدي اعلم الناس وابتدي ان انا، او اتعلم انا الاول وابتدي ان انا احط الناس في نطاقها الصحيح، ماشي، واديهم مساحتهم فرصتهم، لا احكم عليهم. آه، من الحاجات اللي بشوفها كتير جدا في جروب ثيرابي واحنا قاعدين بنتكلم بلاقي حاجة بسيطة كده، ان انا بيدخل لي ناس نبقى مش في جروب ثيرابي، في الورشة بتاعت رفقة بوردر لاين. فواحنا قاعدين بلاقي ان ناس كتيرة جدا قعدت ابقى بعلمهم حاجة فيقول لي اه يعني فلان لما عمل كذا يبقى هو كذا احنا ما بنتعلمش عشان نطبق على الناس يا جماعة، احنا بنتعلم عشان نطبق على نفسنا. ربنا ما بعتناش وصيين على حد خالص على فكرة. حتى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو محتاج مني شوية وقت وبعد كده خلاص أنا بعمل دوري. والدور في الرعاية سبحان الله يعني احنا بنستخدمه في التحكم والسيطرة، وإن أنا أبقى بشكل كبير قوي إيه، حاطط قافش في الناس كده. فهي النقطة هنا في إن أنا محتاج بشكل ما أو بآخر ان انا ابتدي اعرف اكتر عن نفسي، اوكي، وان انا ابتدي اتعلم عن نفسي واطبق على نفسي. يا غدي يا غدي يا غدي يا غدي
ربنا ما يحرمني منكم. ده إن نم عن شيء فهو بينم عن حاجات، لان كلنا عندنا مشاكل، كلنا كبشر عندنا مشاكل، وبيطلع لنا ناس تيجي تتك على مشاكلنا دي عشان نبتدي ناخد بالنا من نفسنا. لكن الحقيقة ان لما حد بيجي يتكلنا على مشاكلنا بنقوم عاملين ايه؟ لبينه. ماشي، نقوم ايه؟ حاكمين عليه، متهمينه، بدل ما انا اخد الرساله اللي ربنا ممكن يكون سبحانه وتعالى بعتها لي عشان اتعلم. طيب، فالقفز الى الاستنتاجات حاجه من الحاجات اللي انت محتاج انك انت شفت الكلام اللي انا بقوله ده كله بقى، الهري اللي انا بهريه ده كله، فانت محتاج انك انت تراجعه مع نفسك مرارا وتكرارا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ما اداش علم انسان لانبياء. فحضرتك بناء على ايه هنا قاعد بتستنتج؟ دودو ممكن تجيبي لي ازازه ميه بليز؟ ماشي، في المحفظه هنا. فانت بناء على ايه هنا قاعد؟ كل اللي انت بتعمله ان انا قاعد في الاستنتاجات. على فكره يا جماعه، في معظم الاوقات الحتت بتاعت التشوهات المعرفيه دي هي دي طرق تفكير غلط عقلي عملها علشان يساعدني انا. اوكي؟ علشان عقلي عملها علشان يساعدني على ان انا استسهل في الحياه. ماشي؟ لا يعني. تمام. طيب، بسم الله. ايه اللي بعد كده؟ طبعا الورقة دي إن شاء الله هبعتها لكم على الجروب. أوكي؟ طيب، التهويل أو التهوين، وده في معظم الأوقات أنا يا إما بقى يعني في ناس اللي هو إيه صباعي واوا بقى رحت. إيه ده؟ مين اللي كتب؟ مين اللي بيشخبط يا جماعة؟ يا ولاد، هو أنتوا إزاي ليكوا سلطة إن كنتوا تعملوا انا كده؟ كنت بعمل زوم للشاشة، اما هو كتب عشان اقرا حضرتك. فقام طيب، عمل اللي هو ولا يهم، بالقلم، ما جبتش دول. ولا يهم. طيب، التهويل أو التهوين، يعني انا بكبر بضخم من حاجات معينة في الحياة وهون من حاجات تانية. وفي معظم الاوقات ان انا ببقى بضخم من معاناتي واقلل من معاناة الاخرين. تمام. يعني مثلا ودي على فكرة حاجة من الحاجات المؤلمة جدا اللي بنعملها. عارفين التنظير؟ التنظير اللي احنا بنعمله مع البني ادمين. اوكي؟ تمام. فهي النقطة ان انا هنا محتاج بشكل كبير جدا ان انا اخد بالي ان معاناتي قياسي ليها وجعي. مش معنى ان انا عانيت بده ان الاخرين ما بيعانوش بنفس الشكل. او ان انا هنا برضو على فكرة في التعامل مع ناس ان انا علشان ارتبط بيهم اكتر واتواصل معاهم اكتر واحسسهم ان انا حاسس بيهم اكتر، ابتدي ان انا اعمل كوارث ليها علاقة بايه. يا لهوي انت ازاي عاملة، فيبتدي يطلع مني حاجة اسمها ديفensive ميكانيزم، اسمه الشفقة على الذات. ان انا ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي ان انا بدل ما اتعاطف مع البني ادم ابتدي ان انا اشفق عليه، وده بيديهم شعور رهيب غير حقيقي اطلاقا. ما عملتش تاسكايه قد كده انا فاشل وانا مش نافع وانا مش هعرف وانا مش عارفه ايه، او اكون عامل كارثه قد كده عادي يعني، في ايه يعني، ما الناس كلها بتغلط. فالاكستريمز بتاعت التهويل والتهوين محتاجه مني برضو ان انا ابتدي اظبط مسطرتي علشان ابتدي ان انا احط الحاجه في مكانها الصحيح. ليه؟ علشان فكره ان انا حاسس بحاجه وشايفها بشكل فظيع دي ممكن تكون هتأذيني انا في ان هي توقفني عن اداء حاجات كتيره جدا، او اداء مهام كتيره جدا من المهام بتاعتي، الى جانب ان التهوين من حاجات ممكن بعملها. على فكره مش شرط التهوين من حاجات غلط، في ناس بتهون من حاجات صح هي بتعملها، لدرجه ان هي بتبقى عامله حاجه اسمها بخس الذات. وده طبعا بشوفه بكثره شديده جدا 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 في البوردر لاين، لان احنا طبعا ناس عندنا انعدام قيمه ذاتيه. اوكي؟ فبنبتدي ان احنا نبخس ذاتنا. يعني اي حد يجي يقول لي انت بتعمل حاجه ازيك يا حماد، حشتني. اي حد يجي يقول لي انت بتعملي كتر خيرك انت بتعملي كده، ولا ايه ده، لا انا ما بعملش حاجه خالص. يعني ايه الكلام ده؟ لان احنا طبعا حتى لما يجي حد يقول لي انت ايه الله حلو قوي اللي انت لابساه ده، ده عيونك الحلوين، ليه ما اكونش انا كمان لابس حاجه حلوه؟ ليه؟ تمام. هنيجي للحقيقه برضو كمان تشوه من التشوهات المعرفيه اللي انا محتاج ان انا
افهم فيها ان يا محور الكون، الناس مش كلها نازله لك. محدش بيلبس الصبح الشخصنه. يعني ايه شخصنه؟ يعني انا اي حاجه في الدنيا بتتعمل باخدها بشكل شخصي. تمام. ودي بتبقى مرتبطه بشكل كبير جدا مع نظريه المؤامره. الكون ضد في مؤامره كونيه ان انا ما انجحش في الحياه. ليه؟ مين اللي قال لك كده؟ تمام. يعني مين اللي قال لحضرتك انك انت الكون كله متآمر ضدك؟ ربنا بيسامح الناس كلها بس مش هيسامحني انا. ليه يعني ليه يبقى اداك صك ده؟ قال لك الكلام ده مكتوب؟ يعني ده هو ربنا سبحانه وتعالى قايل في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لا جه قال لك عدد مرات ولا جه قال لك ايه الذنب ده، هو قال جميعا. وسبحان الله، يعني لما جه يتكلم معاك في ده قال لك يا عبادي. يعني انت، يعني على قد ما انت بتبقى شايف انك انت اتطردت من رحمة ربنا وانك انت غلطت فربنا مش هيسامحك، ربنا عادي يسامح كله، بس انا لا. شخصا الامور، اتنين بيتكلموا في الكوريدور وانا معدي يا محور الكون، فابقى ماشي في الدنيا والاتنين دول لما بيتكلموا لو سكتوا وانا معدي جنبهم يبقى هما بيتكلموا عني. طب ما ممكن يكونوا بيتكلموا عن مشكلة مش عايزينك تسمعها. ممكن يكون بيتكلموا عنك بس مش في حاجة مؤذية. ممكن يكون بيتكلموا عن حاجة هم محتاجينها. ممكن يكونوا بياخدوا نفس من المكالمة. ممكن يكون في احتمالات كتيرة جدا، مش شرط فيها بس انك انت تكون يعني محور الكون ومحور الحاجة. وعلى فكرة دي طريقة برضو من الطرق اللي بنستخدمها في الحياة. ليه؟ علشان آم، انا بقرا الكومنتات بتاعتكم. الادمان حاضر. طيب خلوني هرد على على الأسئلة دي في الآخر. ماشي، لا عايزة مية بس. طيب الجزء بتاع الشخصنة ده، ان حضرتك تعرف انك انت زي ما انت ماشي ان ده طريقة دماغك استخدمتها علشان هي هنا محتاجة منك انك انت تبقى alerted، تبقى واخد بالك من الحاجات اللي بتتم في الدنيا علشان بسبب كتر الوجع اللي انت تعرضت له. طيب النقطة التانية في انك انت هنا محتاج انك تركز في نفسك. جماعة جزء كبير قوي من وجعنا النفسي في الحياة ان انا عايش تاني، هرجع اقول بره جلدي. انا على طول مركز مع كل حاجة بتحصل حواليا، على طول مركز مع كل حد بيتنفس، على طول مركز مع كل حد بيعمل حاجة. الناس نازلة يا جماعة على فكرة زيها زيكم بالظبط. كل واحد ماشي في الدنيا عنده مشاعره وعنده صدماته وعنده أفكاره وعنده احتياجاته اللي ما تمش تلبيتها، وعنده الميكانيزمات بتاعة الدفاع اللي طلعت منه علشان يحمي بيها نفسه، وعنده أخطاء التفكير اللي خاصة بيه اللي بيستخدمها وما بيستخدمهاش. كل واحد نازل ماشي في معركته في الحياة. تمام. فمحتاج انك انت ترجع تاني لما تلاقي نفسك بتشخصن. ماشي، مديري مضطهدني ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعارفه ان الكلمه دي طبعا هتبقى يعني ايه. يعني انت عايزه تقولي لي ان الناس، ان مديري مش مضطهدني؟ لا، ممكن يكون على فكره بجزء ما، بس اكيد لان في مسؤوليه مشتركه، مش عشان انت جوز امه خالص. صح. تمام. تمام. التشوه المعرفي اللي بعده أن تكون صواب دائما في حتة كده بنلاقيها، ودي من السمات اللي على فكرة، السمة بتاعة الشخصنة و... وبتاعة أن تكون صواب دائما دي بتيجي على فكرة للناس اللي عندها بسم الله الرحمن الرحيم سمات نرجسية. تمام. آه، بنلاقيها قوي في أبهاتنا. يعني مش فاهمك أنت، انا انا اللي فاهم كل حاجه. انا ما دام انا قلت ده يبقى هو ده الصح وهو ده اللي المفروض يتعمل، ما دام كذا ما دام كذا. تمام. فهي النقطه هنا في ان ما فيش حاجه اسمها كنت مره في فاكره كويس جدا وانا بدي كورس الادمان، دكتور ايمن عزمي حبيب قلبي يعني. كان جه مره لقيته بيقول لي بقول له ايوه يا دكتور بس كذا وانا حد بحب الحوار. شكرا يا روح قلب ماما. لا شكرا. ماشي. فهي النقطة في ان هو لما جه بيقول كان بيتكلم في كذا وانا بقول له ايوه يا دكتور بس الدراسات قالت كذا، فقام رد عليا رد الصراحة يعني الله على اللي هو عمل. قال لي انت صح وانا صح.
يعني احنا مشكلتنا في الجدالات او في النقاشات ان احنا مش بنبقى داخلين عشان نستوعب، مش داخلين عشان نفهم، بنبقى داخلين عشان كل واحد يثبت وجهة نظره وان انا الصح وان انا اللي انا شايفه ان انا صح. طب انت ماشي اوكي، انت ليك عقلك اللي تاني في وعي ولا وعي، اللي تاني في صدماتك، في افكارك، في معتقداتك، في تربيتك، في جيناتك، في كذا 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 كذا، اللي ممكن تكون صح من ايه بقى؟ وجهة نظرك. لكن ده مش معناه انك انت صح في المطلق. طب هو يعني اصلا لو هنيجي نتكلم هنا، فهو ايه تعريف الصح والغلط؟ هنلاقيه تعريف نسبي جدا. ليه؟ انت صح جدا انك انت تنزل بشورت هنا في البول. غلط جدا انك انت تروح بشورت في الشغل، خصوصا لو شغال في بنك. تمام. وهنا مش بنتكلم عن حرام وحلال، لان حتى الحرام والحلال يعني الحلال باين، الحرام باين والحلال باين وبينهم متفارقات. بس هي النقطة هنا ان الحرام والحلال، طب تعالى اكلمك عن حاجة اكتر من كده كمان. ده الحرام والحلال انا وانتي، لو انا وست تانية رحنا لمفتي، عمرنا احنا الاتنين ما هناخد نفس الفتوى. فهي النقطة ليه؟ لأن ده بيعتمد على حاجات كتيرة جدا متغيرات عن شكلي وظروفي وبيئتي يعني الخيانة في المطلق هي طبعا حرام بكل المقاييس، السرقة، الكذب، الحاجات اللي هي الميجر. لكن الحاجات الحياتية مفيش حد فيها الصح خالص. مش عارفة ليه حسيت ان انا فجأة عايزاكم تسيبوا ايديكم كده وتمشوا، مالكوش دعوة بالبني ادمين يعني. والله من اكتر الحاجات الممتعه في الدنيا جدا انك انت تبقى ماشي، وانا هي فليسعك نفسك، انت نفسك مسؤول عن نفسك. يعني ناس كتيره لما باجي مثلا اتكلم، كنا مره في لينتا لهم، انا فاكره كويس الكومنت بتاع البنت يا حبيبه قلبي، لقيتها بعتلي بتقولي هو انت يعني ايه الناس بتعترض معاكي وانتي ما بترديش وعادي ومحافظه على هدوئك، ده بالنسبه لي فيلم رعب، وانا اللي قاعده اتعصبت لان انا مش داخله اثبت وجهه نظري. انا عندي شويه علم داخله اديهم لكم، والله اللي عايز ياخده بياخده واللي مش عايز ياخده ما بياخدوش. الى جانب ان انا اتعلمت ان سبحان الله حتى البني ادم، والله يعني، ويمكن لو انتوا جيتوا فكرتوا في ده هتلاقوه ممكن يكون وارد جدا ان هو حاصل حواليكوا. لو وانت ماشي في الدنيا يا جماعه مفيش حد بيعمل غير اللي في دماغه، يعني بجد والله. فانت هنا وانت ماشي في الدنيا احيانا كتيره ممكن تاخد 50 رأي، هتعمل اقربهم الى رأيك، واللي هيقول لك رأي غير رأيك ويصر عليه مش هتروح تاخد رأيه تاني. فهي هنا محتاجه ان انا اوكي، انك بشكل ما او باخر محتاج انك انت حته الصواب دائما دي يعني مش محتاج تثبتها لحد. في مقولة أنا بحبها جدا بتقول لك confidence is not loud، الثقة ليست عالية. يعني عشان أبقى واثق في نفسي فأنا مش لازم أبقى بعلي صوتي. تمام. confidence is not loud يعني إيه؟ يعني أنا عادي جدا إن أنا وأنا بتعامل مع حضرتك إن أنت تبقى مختلف معايا. فانا هنا لو انا واثق في رايي، لو انا واثق في نفسي، واثق في الحاجه اللي انا بعملها، عمر ما هيكون الحل ان انا اقعد ادوحر معاك واحزق عشان انت تشوفني وانك انت لا، واثبت لك وجهه نظري. خلاص تمام ماشي اوكي، انا رايي كذا كذا، لا انت رايك غلط، تمام ماشي اوكي. يعني محاولاتي لاثبات ان انا الصواب دي جايه من ديفensive ميكانيزم، ليه علاقه بان انا من جوه حاسس ان انا ضعيف. فلو انت ما شفتش الدنيا زي ما انا شايفها يبقى انا معيوب. تمام طيب. وده هياخدنا طيب من اكتر الحاجات، ان شاء الله باذن الله اللابتوب يكمل بتاع. من اكتر الحاجات كمان المؤلمه جدا في التشوهات المعرفيه هي الشودز، المفترضات، واللي بيتبني عليها بقى كم من الخذلان رهيب رهيب. صال المفروض كان يعمل مين اللي فرضه؟ مين اللي فرضه؟ يعني ايه مين اللي فرضه؟ الكلمه دي انا بسمعها تقريبا كل جلسه، المفروض كان يعمل كذا. مين اللي فرضه؟ حضرتك. المفروض بتاع سيادتك انت اللي المفروض تعمله مش حد تاني. ليه؟ لان هو بيعمل اللي المفروض بتاعه. طب ولو المفروض، ما في جزء هنا كبير جدا بيجي بسببه الخذلان، بان انا ببقى ماشي في الحياه اتعامل مع ناس واتعامل مع بشر بناء على ان الناس دي كوبي وبيست مني. يعني ايه؟ يعني انا لو مش باذي حد، لو مش بوجع حد، فالطبيعي ان الناس ما تاذينيش. يا حلاوتك يا جمالك قمر.
امارات والله. مين اللي قال؟ امال احنا ما خلاص بقى، يعني احنا هنا في الدنيا بنعمل ايه؟ ما لو الطبيعي ان كل واحد فينا ماشي محترم نفسه وبيحافظ على نفسه وبيقدر اللي حواليه والكلام ده كله، انه يترد عليه، ان يترد عليه بنفس الطريقه، ما خلاص يوتوبيا يا جماعه، المدينه الفاضله. امال اللي بيخون ليه؟ اللي بيسرق ليه؟ لو انا امين. يا ولاد حبايبي، ميرو، خلاص. طيب، لو الطبيعي بتاع الحته بتاعت الافتراضات في الحياه، الطبيعي بتاع الدنيا ان انا امشي اللي انا بعمله مع الدنيا هو ده اللي هتعامل بيه، يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى، واسمعوا الكلمه دي بقى، ماشي، في القرآن الكريم كان بيتكلم عن كل الحدود، الحدود بين الراجل ومراته، حدود بين الأهل وبعضهم، حدودك مع باباك ومامتك، حدود باباك ومامتك معاك، حدودك مع جيرانك، حدودك مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدودك مع حدود. لو الطبيعي بتاعنا ان احنا نازلين الدنيا كل واحد، اللهم بارك فينا، ما شاء الله ما شاء الله، عارف حدوده وعارف حقوقه وعارف واجباته، طب ما جاهزين بقى خلاص، يلا القيامة تقوم او ما تقومش، ما احنا مش كده هنتحاسب على ايه؟ يعني خلاص. تمام. فالحتة اللي عندي، اوكي، ممكن تكون آه فرضيات عمالة احطها على البني ادمين، دي توقعات المسؤول عنها انا، توقعاتي المسؤول عن تحقيقها انا مش حد تاني، فرضياتي المفروض ان اللي يعملها انا مش حد تاني. يعني لو انا مثلا أه بحب اتمشى، والمشي ده صحي، دي حقيقة، فاكت، الفاكت حاجة والافتراض حاجة تانية، ماشي. ده ما يخليش ان انا لما اروح اتكلم مع حد ويقول لي ان انا مش عايزة اتمشى، فانت هنا يعني ده مش طبيعي. لا، ما هو ده الطبيعي بتاعه، هو مش عايز. فهي الحتة بتاعت انا على طول بقول، خصوصا في الحتة بتاعت الافتراضات دي او الفرضيات، يعني كفاية تحطوا توقعات على الناس وتحاسبوهم على ان هما ما بيعملوهاش. اه، في حد ادنى من التوقعات، في حد ادنى من المعاملات، لكن اللي بيوقفنا هنا واللي بيجي فيها الافتراضات المؤلمه، على فكره يا جماعه، التشوهات المعرفيه اللي هي اللي بتكسيد، يعني ايه؟ اللي هي الزياده عن اللزوم، ان انا اجي ابقى شايفه انك انت انسان خاين، انسان خاين، اوكي، ده طبعا يعني انا عرفتك كده، كان سمعتك انك انت لعوب وسطنا كجروب، وان انا اروح واقول لا لا اصل هو مستحيل يخونني. جبت الافتراض ده منين؟ واحط عليه التوقع ده، وفي الاخر اتجنن ان هو خاني ويسيبني خذلان، جبت ده منين؟ ما هو الطبيعي في الحياة ان المفروض ان الناس، او مش الطبيعي، هقول ايه، الحلو في الحياة ان الناس ما تخونش، لكن هل ده معناه ان مفيش ناس خاينة فيه؟ ابقى شايفة انك انت بتكذب على ناس قدامي واقول لا انت مستحيل تكذب عليا، او ابقى بتعامل معاك واقول لا انت مستحيل انك انت تسيبني ليه؟ مين جبت الافتراضات دي منين؟ كفايه تحطوا الناس في قوالب وتحاسبوها على ان هي ما طلعتش زي القالب اللي انتوا حطيتوها فيه. كان زمان في امم كان في حدوته كده زي اسطوره كنت سمعتها، لو انا فاكراها بشكل معين، ليها علاقه بان انا يعني انا كبني ادم هنا، كان عندي سرير صغير، اوكي، فابتديت اجيب بني ادم واقطع من اشلاءه، اطرافه، علشان افتهم في السرير ده، والله كانت اسطوره. وجبت سرير كبير وجبت بني ادم قصير وابتديت ان انا افزق فيه كده عشان يفت السرير ده. الفكره ده اللي احنا بنعمله، احنا بنحط توقعات وعايزين الناس تمشي زي ما احنا عايزين. فده، وهنا تاني، ده مش معناه ان احنا عشان اللي بيحصل لنا تفكير قطبي، معنى ان دينا قالت مش المفروض ان انا احط مفروض، معناه ان انا مش المفروض افترض حاجه خالص. لا طبعا، في حاجه اسمها حد ادنى، والحد الادنى ده بيجي من ان انا هنا ابقى قادر اسمع من البني ادم هو قادر يعمل ايه ومش قادر يعمل ايه، ونيته في اللي بيعمله ايه. الكوميونيكيشن يا جماعه والاتصال بالناس، تاني هرجع اقول ان انا شرحت الحته بتاعت الفهم، انا بقعد ادور على ان انا افيق البني ادم، احطه في فئه، تمام.
لكن النقطة في ان حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما قالش وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاهموا أو لتفهموا بعضكم البعض، قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا انتوا الاتنين. والمشكلة هنا مش ان انا اعرفه وهو يعرفني، انا اعرف نفسي عن طريقه وهو يعرف نفسه عن طريقي ونعرف احنا الاتنين بعض. والتعارف، عارفين كلمة حتى تعارف دي بتيجي من ان انا ببقى قاعد عايزه اسمع اللي قدامي واللي قدامي. لكن احنا بنعمل ايه؟ بنبتدي نتعارف وبعد كده نقوم ايه، خلاص انا اصدرت الحكم الازلي بان هو كذا 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 كذا. ست طويلة وعريضة وصوتها عالي يبقى هي ايه، قوية ومسيطرة وجوزها ضعيف وحاجات كده، والله العظيم بجد. تمام. طيب بس بقى ماشي. ف ده من اكبر كمان على فكرة زي ما جيت ابتديت كان في بنوتة زي القمر حبيبتي، جت في قبل ما نبتدي اللايف كانت بتقول لي ايه رأيك في حد عمل كذا كذا، خانها تقريبا او اللي هو خذلها في ان هي هل ده ظلم؟ اه ظلم. ظلم طبعا اكيد، لان ده مش معناه ان انا هنا كمان ان البني ادمين اللي بتأذي ما اقولش عليهم ان هم مؤذيين، لكن تصرفي بعد الاذى ده المفروض ان هو يبقى عامل ازاي؟ هفضل قاعد بعيط على الاطلال وافضل مركز في حياته علشان القوة السحرية اللي انا مستنيها ان هي تفجر حياته عشان هو ظلمني؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان احنا حقنا هيترد دنيا واخره، لكن ما قالكش الكيفيه يا جماعه، ما قالش، ما شرحش الكيفيه اللي هيرد لك بيها حقك. ما انت ممكن يكون الكيفيه دي جايه بشكل ايه، بشكل ان انا أم، ربنا سبحانه وتعالى وسع لي في رزق. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى رزقني بحد جبر خاطري. ممكن يكون ربنا سبحانه، مش لازم علشان ان هو خني فهو يتخان. احنا في حته كبيره جدا بنبقى عايزين ربنا سبحانه وتعالى، واللي هنتكلم عنها هنا في مغالطة السيطرة. أنا حتى ببقى عايز إن ربنا سبحانه وتعالى يعمل لي الحاجة بالشكل اللي أنا عايزه. يعني مثلا من الحاجات المؤلمة جدا جدا بشوفها في العلاجات النفسية، الحتة بتاعت إن أنا أصلا أنا اشتغلت بس ما شفتش نتيجة. ما فيش المعادلة دي مش موجودة في الدنيا. لأن ربنا سبحانه وتعالى معلش أنا يعني ممكن أكون هنا بس إيه، مرجعيتي دينية شوية، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني تعالى بقى نبص على المعادلة كده، بيقول لك إيه؟ إن الإنسان، أنت يا بني آدم مالكش غير إنك أنت تبص على سعيك، اللي أنت بتعمله، أنت مسؤول عن اللي أنت بتعمله. وعشان اطمنك وان سعيه سوف يرى، مين بقى اللي بيشوف سعي ده كمان؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. ده وعد رباني يا جماعه، ان ربنا سبحانه وتعالى طول ما انت بتسعى وتاخد بالك من حياتك وتاخد بالك من اللي عليك انك انت تعمله، انك انت عندك جزاء اوفى. يا جماعه تعالوا نفكر بالعقل كده، لو انا جبت حد وقلت له انا هوفيك اجرك، اعمل لي دي بس وانا هوفيك اجرك، او اعمل دي بس وانا هوفيك اجرك، كم السعاده هي هبقى بعمل ازاي الحاجه بقلبه عشان هيوفيني اجري. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، احنا مش عايزين ده. تمام، معلش حقكم عليا. مغالطه السيطره هي الحته تاني اللي انا جيت اتكلمت عنها من شويه في ان انا هقدر اي كان فيكس هيم، انا اقدر اغير بني ادمين. انا اقدر، او بمعنى اصح things، في حاجه اسمها حاجات داخل، هنقسم الدنيا لحاجتين. اوكي تمام. حاجات ليها علاقة ب things that I can control، أو حاجات أقدر أسيطر عليها، وحاجات لا أستطيع السيطرة عليها. إيه اللي أقدر أسيطر عليه؟ نفسي. آه، طريقتي في التعامل، القرارات اللي باخدها، الحياة اللي أنا بحاول أوفرها الحاجات اللي أنا بعملها عشان أوفر حياة معينة بشكل معين لنفسي. لكن اللي ما أقدرش إن أنا أسيطر عليه إيه؟ الناس، الظروف، المناخ، البيئة، حاجات بره دايرة سيطرتي. وعلى فكرة الإدمان، لو احنا بقى بنتكلم عن، عشان السؤال اللي جه بتاع الإدمان، أولا احنا كلنا مدمنين كبشر، كلنا كبشر.
بس ادماننا مختلف من واحد للتاني. في مننا مدمن الشغل، في مننا مدمن الاكل، في مننا مدمن الاباحيه، في مننا مدمن الجنس، في مننا مدمن التعدديه في العلاقات، في مننا مدمن الحب، في مننا مدمن الاعتماديه العاطفيه. فكون انك انت عندك ادمان من نوع مختلف عن ادمان حد تاني، في مننا طبعا مدمن مخدرات، مدمن كحول. كون ان حضرتك والادمان بتعريفه اساسا هو ان انا بقيت هي دي الحاجه اللي بهرب بيها من وجعي. يعني لو انا مثلا حاسس ان انا متوتر فبفتح فيلم اباحي او بفتح بورن، فانا هنا اعرف ان انا هنا دي مش شهوة، دي حاجة ان انا بلجأ لها عشان انا عايز مسكن. طيب، الادمان اصلا في حد ذاته هو محاولة للسيطرة. عشان كده علاج الادمان بيجي بانك انت لازم تجيب جبت قاع، ارخي قبضتك بقى، سيب ايدك كده. ليه؟ علشان بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، أول خطوة تجاه التعافي من إدمانك هو اعترافك بعجزك. وهقول هنا حتة صغيرة، ماشي؟ عشان الحمد لله يعني ربنا كريم معانا جدا في إن إحنا الحمد لله يعني ماشيين according to schedule لغاية دلوقتي. جزء كبير قوي من إنك أنت بتتعافى هو إنك أنت ترخي قبضتك عن الدنيا، الشك والسيطرة، وان انا الست تقعد تشك في جوزها علشان تحمي نفسها من ان هو يسيبها، والخوف من الفقد هنا احاول ان انا اسيطر بان انا اشتغل اكتر عشان اخلي مديري يقدرني. ففي حاجات معينة ليها علاقة بالسيطرة انت لازم تعترف ان هي بره قدرتك. اوكي؟ فالنقطة هنا في انك انت الحتة بتاعت السيطرة، آه محتاج برضو انك انت تاخد بالك للدنيا، ماشي؟ انك انت هتفضل تاخد فوق دماغك. والله العظيم يا جماعة، ودي بشوفها كتير كتير قوي. وهي سبحان الله دي بتيجي من ان انا ايه احط كل حاجه في نطاقها الصحيح، في نصابها الصحيح. ماشي. آه الحته بتاعت حبيبتي بطلي تعملي زوم، ميرو رجعي لي الشاشه زي ما كانت لو سمحتي. تمام. فهي نقطه هنا يا جماعه، اللي بيلعب في البتاع ده. فنقطه هنا تانية لا المرة ان دي مش أنا، وما طلعتش أنا قبل كده. لا، انت اللي عملتيها، عملتي ميرو قال لي لا عمل. أنا ريهام مش أنا اللي عملتها، طب اللي ولا اللي عمل عملت قبل الخط ده يمسحه، بس اعمل باك. تمام. النقطة هنا في ان اهو ميرو مروة والله هو عمال بيقول لي هي اللي عملت كده. تمام. فالنقطة هنا في انك انت لازم تعرف ان جزء من حزقنا في الدنيا بيجي من ان انا عايزة اسيطر على كل حاجة، انه هتفضل تاخد على دماغك لغاية ما تسلم. لغاية ما تسلم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ده يعني من القوانين الدنيا اساسا الله القاهر فوق عباده. يعني لن يكون في ملك الله الا ما اراد. والله لو حاولت تعمل ايه عمرك في حياتك ما هتوصل للمرحلة بتاعت ان انا هقدر اسيطر على البشر واقدر اسيطر على الظروف واقدر اسيطر على الكون. وجزء كبير من ده اصلا بيودينا للادمان. طيب، طب انا عايزه امسح ده، اعمله ازاي؟ ماشي. طيب الله يسامحك. الحتة بتاعت الجزء التاني بقى مغالطة العدالة، هي الحتة بتاعت اللي انا جيت قلتها لكم. ما دام انا ما باذيش بني ادم فده معناه ان البني ادم مش هيأذيني. ما دام انا ما بعملش كذا فده معناه ان البني ادم مش هيعمل فيا كذا. فتمام. الحتة دي اصلا للاسف من ثواني يا جماعة بس هعمل لحد بلوك علشان في ناس بتقول كلام يعني حقيقي، يعني ربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم. بس كده. تمام. جزء كبير جدا من الحته بتاعت مغالطه العداله هي جايه من ايه؟ من ان انا هنا ما دام انا بعمل ده في الدنيا فالمفروض ان الدنيا تعمله معايا. الله عادل، الحياه لا. تمام. فهنا ده معناه ايه؟ معناه ان انا محتاج ان انا تاني الدور اللي انا ماشيه في الدنيا لو انا بعمله علشان الدنيا تعمله معايا، فانت محتاج شويه تفكر وترجع نفسك تاني للحته بتاعت انك انت في دنيا دار ابتلاء. في فرق بين ان هي دار ابتلاء ودار عقاب. اوكي؟ تمام. لان احنا مبتلين ولسنا مش بنتعاقب، مش موجودين في الدنيا عشان نتعاقب. نبلوكم ايكم احسن عمل، بنديكوا اختيارات عشان تختاروا ونشوف مين فيكم كل واحد ايه الحلو اللي بيعمله يعني. طيب، الحتة اللي بعدها
ثانية واحدة بس هقفل الصوت. الحتة اللي بعدها، ويمكن دي من أكتر الحاجات برضو اللي بنشترك فيها، هي التفكير الانفعالي. كناس عندنا بوردر لاين أو عندنا اضطراب شخصية حدية. أنا زهقان هسيب الشغل، ما حضرنيش النهاردة هتطلق، قرفان هنزل أسكر. فهنا باخد قرارات بناء على ديما باخد قرارات بناء على مشاعري. جزء مهم جدا 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 بيساعدنا على اتخاذ القرارات المشاعر، لكن في معظم الأوقات ما ينفعش ان انا اخد قراري بناء على مشاعري بس. ليه؟ لأن مشاعري مرتبطة بيا أنا. ليه؟ لأن مشاعري في معظم الأوقات بتبقى طالعة عشان هي رسول محمل برسالة. يعني إيه؟ يعني مثلا لو هنيجي نتكلم عن الغضب جاي رسول، جاي يقول لي إيه؟ جاي يقول لي والله يا جماعة كتر خيركم، عشان في ناس كتير قوي داخلة تشتم، مش عارفة في إيه. أنا اتخضيت. طيب مشاعري جايه تقول لي ايه؟ مثلا لو الغضب، صباح الفل يا دينا، فلان داسلك على طرف. فالمفروض ان انا هنا اخد الرساله وابتدي اتعامل معاها. مشكله ان انا هنا لما بتجيلي مشاعر انا ما بعملش كده. انا اللي بعمله انا بمسك في الشعور وانسى الرساله اللي هي جايه لي بيها. بدل ما ابتدي ان انا اخد خطوات تجاه ان انا اتعلم ازاي احط حدود للناس واقول لا، او مش مسموح لك انك انت تعمل وكذا وكذا، ابتدي ان انا اصب غضبي ده على كل حاجه حواليا، واولهم نفسي طبعا. فالنقطه هنا في ان انا التفكير الانفعالي محتاج انك انت لما تيجي تاخد، لازم يا جماعه نبتدي نتعلم حاجه مهمه جدا. اعملوا لايك وشير يا جماعه. لازم نبتدي نتعلم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي اصلا من المهارات اللي بنقعد نشتغل عليها كتير في التعافي. حاجه اسمها مهاره التاجيل. يعني ايه مهارة التأجيل؟ يعني انا ان انا اكون عايزه اعمل حاجة دلوقتي بس تقول ايه. وعلى فكرة برضو دي من الحاجات اللي بنستخدمها جدا في العلاج الادمان، اجل الضربايه. يعني ايه اجل الضربايه؟ انا حصل حاجة مضايقاني فانا عايزه اخش اضرب، اقول ان انا هضرب كمان ساعتين. تمام، اجل الضربايه. الحته بتاعت ان انا لما يجي بس هعمل مش عارفه كذا وكذا، ما اجلي الخناقه لبكره. مهاره التاجيل لما بتشتغل بتدي مساحه ان انا اطلع مشاعري بشكل، وطبعا ده لما كمان اتعلم ان انا اطلع مشاعري بشكل صحي، فكمان ان انا ابتدي ادي وقت العقل ان هو يريزن. يعني ايه يريزن؟ يعني يحدد هو ده بجد. كم مرة عملت حاجة وندمت؟ ما دام عملتها وندمت يبقى انت عملتها بيزد اون مشاعر صرف، عملتها بناء على شعور جالي، فانا خدت قرار ونفذته. لكن لما بفكر وباخد الحاجة اللي بتحصل دي وابتدي ان انا احاول ان انا اتعامل معاها واتعلمها، ايه اللي بيحصل؟ ان انا ببتدي اعمل حاجة اسمها ريزنينج. بشغل عندي البري فرونتال كورتكس، المنطقة دي اللي ما بتشتغلش مشاعر. جماعة المسؤول عن المشاعر عندنا في جسمنا حاجة اسمها، والله العظيم تخيلوا كلنا عندنا حاجة اسمها اللوزة الدماغية او الاماجدلا دي. دي جزء لوزة كده موجودة في بطن المخ من جوه. دي هي اللي بتاخد ردود الافعال بتاعت فايت فلايت فريز، يا اما اتخانق يا اما اهرب يا اما اتجمد، اللي هي ردود فعل حاجه اسمها سرفايفل. فانت هنا وقت ما بتبتدي تبقى عندك مشاعر تقيله جدا وعايز تاخد قرار بناء عليها، اعرف انك انت على حاجه اسمها غريزه البقاء. انت محطوط على وضع الحمايه، مستحيل تفكر صح وانت على وضع الحمايه. فمحتاج انك انت تفعل عندك حاجه ليها علاقه بمهاره التاجيل. تمام؟ طيب، ان انا ااجل. انا عايزه اسيب الشغل حالا، يعني خلاص مديري بص لي من فوق لتحت، فانا خلاص كرامتي فحضرتك خد كرامتك اقعد معاها حطها على جنب، لان الكرامه اصلا معناها ايجو، والايجو ده مشكله، حاجه كبيره كده في ميكانيزمات الدفاع، لان هي اصلا مش هي حاجه اسلوب دفاعي ضعيف جدا او خاطئ جدا بداري بيه ضعفي. آه، ده هنتكلم عنه في مرات تانية. مغالطة التغيير اتكلمنا عنها، هي الحتة بتاعت ان انا ابقى قاعد فاكر ان انا عندي قدرة على ان انا اسيطر على بني ادمين تانيين، ان انا هقدر اغير بني ادم، هقدر اغير مديري، هقدر اغير اهلي. جزء كبير جدا من التعافي لما بنيجي نشتغل بيبقوا جايين. اتفضلي يا مامي. بيبقى مثلا الولاد حبايب قلبي، خصوصا الصغيرين اللي لسه عايشين مع اهاليهم، ان هم stop it. انا مش حاجه، انا بشوف. no I mean it. I mean it. لان احنا اتكلمنا في ده اصلا قبل ما اجي.
دكتور طيب انت ازاي بتكتبي الكتاب في نفس انا الوقت مش الهضم؟ كاتبه الكتاب، انا فاتحه حاجه عم هشرح لك بعد ما نخلص. مش بكتب الكتاب. خلاص يا دي. باي. لو ما طلعتيش في كل لايف بيحصل لك حاجه. فهي النقطة هنا في ان انا الحتة بتاعت انا اي كان فيكس هيم، هغيره، هخليه يشوفني، اصل هو لا هيتغير على ايدي، اصل هو لا هيتقبلني. محاولاتي من التغيير للناس اللي حواليا لا تبوء الا بالفشل. انا بس عايزة والله اسأل سؤال كده بما ان احنا عشان بديهم هنا. انا عايزة بس اسأل سؤال والله بما ان احنا متجمعين كده في مجلس يعني تحفنا فيه الملائكة. مين فيكم يا جماعة حاول يغير حد وقدر؟ يعني ده احنا بيبقى عيالنا وما بنعرفش. لان جزء كبير جدا برضو من السيطرة هو بيجي من ان انا ايه، يعني بيجي لي الولاد حبايبي زي ما كنت بقول. انا عايزة اغير اهلي. يعني عايزة اغير اهلي عشان انا اتغير، ما هو مين؟ طب انا عايزة اشرب، طب هاتي اشرب وبعدين اديها لها. ان انا هنا لو غير انا هغير اهلي. لا. فلو انت طول الوقت بتدور على انك انت هتقدر تغير البيئة اللي انت قاعد فيها دي، فبعد ما تغير البيئة انت هتبتدي تتغير، اعرف ان دماغك بتضحك عليك، بتلعب معاك لعبة دنيئة جدا. مفيش حد فينا بيتغير عشان البيئة اللي بيغيرنا. طريقتك مع بنتك اصلا مستفزة. شكرا. تمام. انا مش عارفة والله يا جماعة، يعني بجد يعني الموضوع بسيط جدا. انتوا قاعدين ليه؟ يعني قاعدين جلد ذات مثلا، يعني متضايقين فجايين تضايقوا نفسكم بيا؟ اللايف على فكرة كده هتطلعوا منه على طول. طيب حاجة من الحاجات التانية كمان هي الليبلنج، الوصم. اوكي. ماشي. وهي الحتة بتاعت ان انا تاني اللي انا ببقى بروح فيها لفهم البني ادمين عشان احط عليهم ختم كده، يعني ماشي. وبعدين ابقى بناء عليه خلاص وصمته بالوصم ده او الاحكام. والوصمات بالذات محتاجة ان انا اخد بالي بشكل كبير جدا من، بسم الله الرحمن الرحيم، هقول ايه، الانر فويس بتاعي. لان جزء كبير جدا من الاحكام هو اسقاط. يعني ايه اسقاط؟ حكمي على نفسي بحاجات معينه بيخليني ان انا اسقطها على الحاجات اللي حواليا. لان تاني اي حكم في الدنيا فهو مؤقت. يعني ايه مؤقت؟ يعني المفروض ان هو مربوط بحاجه صغننه كده. يعني ايه حاجه صغننه كده؟ يعني أنا لو حكمت على نفسي، والكلمه دي على طول يا حبايب قلبي يعني برضو في العلاجات اما بيجوا، اصل انا فاشل. تمام. فانت حكمك على نفسك بان انت فاشل بناء على ايه؟ يعني فاشل اللي انت ماشي عمال بتحاول في كل خطوة تديها لنفسك تديها لنفسك، هتلاقيها بسبب انك انت في مواقف معينة ما اتعلمتش انك انت تعملها. وبالتالي حكمك على الاخر، حكمي على الاخر من ان انا دخلت دلوقتي في لايف فلقيتها بتكلم بنتها بطريقة مش عجباني فهي مستفزة. بتحكمي بناء على ايه؟ على رأيك انت. تعملي اسقاط من نفسك على البشر. لان ده لو نم على شيء فهو بينم على قد ايه ان انا صوتي قاسي مع نفسي. فبالتالي ماشي عمال بعمل ايه؟ عمال بوزع ده على البشر. فالنقطة هنا في ان حتة الاحكام او التصنيف او الليبلينج او الاختام اللي احنا بنديها للبني ادمين واحنا ماشيين، محتاج ان انا اخد بالي قوي هنا. على فكرة والله العظيم الحتة بتاعت الاحكام بالذات بتبتدي من ان انا ابتدي اخد بالي قوي من ان انا بتكلم مع نفسي ازاي. لأن جزء كبير جدا من عدم رحمتي بنفسي وحكمي على نفسي بيبتدي إن هو يظهر على البشر. عشان كده من أهم الحاجات اللي أنت محتاج إنك أنت تتعلمها هنا اللين والرفق والتعاطف مع ذاتك. عمرك ما هتقدر تبطل احكام على الناس الا لو ابتديت انك انت تخفف احكامك على نفسك. اوكي. تمام. فالجزء ده ترجع تاني لنفسك، تبتدي تشتغل على هو انا بكلم نفسي ازاي. هو انا لما بمشي اخبط رجلي في سن الترابيزه بقول لنفسي يا غبي، ما انت غبي عشان كده بتعمل كذا. ليه؟ يعني انت اصلا لو لقيت حد قدامك خبط رجله في سن الترابيزه وهو ماشي هتقول له ايه ده مالك، انت انت كويس انت تمام. فلما تيجي تقول لنفسك انت غبي، متهيألي ان احنا نفسنا اكتر حد يا جماعة
محتاجة مننا رعاية وحب واهتمام وتقدير، لأن هي الكائن أو هي الحاجة الوحيدة اللي بتبقى معايا من أول ما بتخلق لغاية ما بموت. فبالتالي إيه اللي أنا محتاجة إن أنا أعمله هنا؟ محتاج إن أنا بشكل كبير عشان أبتدي أخفف من أحكامي على البشر اللي حواليا، إن أنا أبتدي أخفف حكمي على نفسي، أبتدي إن أنا أتكلم مع نفسي بشكل هين. لأن في الأول وفي الآخر حكمك على أي بني آدم مبني عن تاني عقلك أنت، بصدماتك انت، بشكل اللي حصل قدامك ده لما دخل عندي في الذاكره الانفعاليه ترجم ازاي، في احتياجاتي مثلا، في ان انا كنت محتاج حاجه معينه فلما ما تلبتليش كانت شكل الحاجه ديت، فلما دخلت عندي في دماغي بناء على معتقداتي واحكامي، الخلاط اللي شغال جوايا ليل ونهار، فطلعت في الاخر حاجه اسمها حكم. فالحكم ده خاص بيك انت مش بحد. تمام. طيب. يا حلاوة، مغالطة فكرة المكافأة، ان انا دايما هتكافئ، يعني ان انا على طول قاعد مستني. عارفين يا جماعة الحتة بتاعت ايه؟ انا مبسوطة قوي ان انا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حن علينا وكرمنا في ان احنا نتكلم في المغالطات كلها، ويمكن كمان هيبقى عندنا شوية وقت لغاية اما اللابتوب يفصل عشان ممكن ناخد أسئلة. طيب الحتة بتاعت مغالطة فكرة المكافأة اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا عارفين ما دام عملت كذا فالمفروض او الطبيعي ان يحصل كذا، اللي هي ما يا ربي انا طلعت صدقة فالمفروض ان حضرتك يعني تعمل كذا، او ان انا مثلا هنا ما دام انا عملت كذا فالمفروض ان انا اترقى. خلي بالكم ان احنا بنحط كرايتيرياز معينة للحياة، برضو بننسى ان دورنا في الحياة هو السعي. لان في معظم الاوقات، وانا مش بقول هنا ان عكس ده لما يحصل ان ده يبقى غلط، لان انا ابقى غلط، لان انا فاهمه كويس جدا ان انا الطبيعي، او اللي المفروض ان عقلي بيقول ان هو الطبيعي، هو ان انا لما اشتغل اتكافئ. لكن تاني ده برضو جاي من مغالطه العداله. طب ما انا ممكن يكون عندي مدير ظالم، ما انا ممكن يكون اصلا ما اتكافئتش علشان انا محتاج ان انا الباب ده اخد بالي ان هو بيتقفل عشان ابتدي ان انا ادور على حاجه تانية لان هي مكان احسن ليا. فلما ما يبتديش ده يحصل، ابتدي ان انا اغضب، وابتدي ان انا اطلع ميكانيزمات دفاع كتيره جدا، وابتدي ان انا اتاذي واذي اللي حواليا بباب ان انا ايه، لا انا مش واخد حق. هنيجي للختام. والختام سبحان الله يعني المفروض ان هو يبقى مسك في معظم الاوقات، لكن هو الختام هنا مصيبه سودة، كارثه محققه بنعملها كبشر. اللوم. الناس اللي بتخش لي لايف كتير، والناس اللي بتتفرج عليا كتير، والناس اللي بتقعد تسمعني كتير، واللي بيحضروا معايا، بقول لهم يا جماعة بصوا انتوا دايما في امل، وفي آه، تغيير كبير جدا بيحصل في حياتك، ورؤيتك بتختلف وبتتعافى وبتشتغل ما بتبطل حاجة واحدة بس: اللوم. تبطل تلوم الظروف، تبطل تلوم الناس، تبطل تلوم نفسك، وقبل كل ده تبطل تلوم ربنا. يعني ماشي ليه؟ لان في الاول وفي الاخر صح نشتكي. ليه؟ لان لا، الشكوى عادي، عادي ان احنا اللوم حاجه والشكوى حاجه تانية، لان طبيعي جزء من ان احنا التنفيس اللي بننفس بيه عن نفسنا ان انا اروح الجا لحد بحبه او بيحبني، واثق فيه، واقدر ان انا مثلا اخرج شويه من الوجع اللي حصل، لان الدنيا برضو صعبه يا جماعه، الدنيا صعبه على الناس كلها. هي النقطة هنا في فرق كبير جدا بين الشكوى، لأن الشكوى ممكن يكون واخد معاها المسؤولية، واللوم. اللوم يا حبايب قلبي هو الحتة بتاعت إن أنا مش عايز آخد المسؤولية، أنا شايف إن أنا ضحية، أنا شايف إن كل حاجة بتحصل في الحياة زي ما قلت نظرية المؤامرة، زي ما قلت الحتة بتاعت إن أنا في أجزاء كتيرة جدا مرتبطة بإن أنا لا مش قادر آخد القرار. وهنا عقلية أعظم، أو مش هقول أعظم، أكبر عقلية مدمرة في الكون، عقلية إبليس، عقلية الشيطان، عقلية الضحية. اللي هو وآدم لما أخطأوا، آدم آدم وحواء، سيدنا آدم وستنا حواء، قالوا إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا إحنا ظلمنا أنفسنا، إحنا عملنا حاجة غلط. أوكي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعدها عمل ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني ربنا اللي ادى آدم لما هو اعترف بذنبه، ادى آدم الكلمات اللي استخدمها سيدنا آدم عشان يتوب عليه. لكن النقطة التانية، إبليس عمل ايه؟ أبى واستكبر وكان ايه؟ من الكافرين. وإن هو عمل حاجة
اكبر من كده وقف قدام ربنا قال له فبما اغويتني، انت اللي عملت فيها كده، بيلوم ربنا سبحانه وتعالى. فجزء في ظلم بيحصل في الدنيا، في حاجات كتيرة جدا بتحصل في الدنيا، في حاجات كتيرة جدا بتحصل في الناس، في أقدار معروفة وباين نتيجتها دلوقتي، في حاجات هنعرفها بعدين، في حاجات مش هنعرفها خالص، في حكمة ورا كل حاجة، مش شرط انك انت تكون عارفها، لكن اكتر حاجة هتفيدك انك انت تبتدي تسعى لها وتشوفها هي اخذك للمسؤولية، فان برضو انك انت ترى ما ظنكم برب العالمين. ما هو انا لو انا هنا بلوم كل حاجه، فده معناه ان انا هنا ضحيه، ان انا ليست لي القدره ولا على الاختيار ولا القدره على ان انا اعمل اي حاجه. على فكره دي عقليه النرجسيين والسايكوباتيين بشكل كبير جدا. تمام. فهي النقطه هنا في ان انا لما ابقى ماشي في الدنيا عندي المعتقد ده، وان انا ماشي شايف ان انا ماليش ادنى سيطره على اي حاجه في الحياه، اعرف بشكل كبير جدا 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 انك بتضحك على نفسك قبل ما تكون بتضحك على اي حد. اعرف انك انت والله العظيم اقعد لوم الظروف ولوم الناس ولوم الاسفلت ولوم الشجر ولوم السماء ولوم ربنا، ولوم نفسك، واعمل حاجات كتيره جدا. طب وبعدين؟ عمرك هيخلص وانت آه قاعد بتتفرج. في سؤال قمر حقيقي هيفيدنا قوي هنا، عشان كده هقوله. في ناس كل ذنبها في الحياة ان هي طلعت وسط ناس مريضة وما كانوش بيسووها غير جحود وغباء وتعنيف. في ناس. طب ولو جيت قلت لحضرتك ان دي القاعدة العامة بتاعت الحياة، واللي اكبر من كده، مش هقول بقى ان هي بتاعت ناس بس، هقول كمان ان هي بتاعت ايه؟ كل الانبياء وكل الرسل. وبرجع تاني واقول لحضرتك يعني يا استاذة كوكي، ماشي، انك انت لو ده بتاعك انت لوحدك، عشان انا هنا شايفه شخصنه وشايفه عقليه ضحيه، وشايفه انك انت قاعده مستنيه توقعات، وشايفه انك انت مش عايز تاخدي مسؤوليه نفسك، لان اسهل حاجه ان انا اقعد ألوم الناس. الناس لو كانوا اذونا وظلمونا فهم فعلا، لو كانت الناس اذونا وظلمونا فهو فعلا اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله بمنتهى البساطه نكف اذاهم عننا. دي مش حاجه سهله، دي مش حاجه سهله، دي حاجه اصلا رحلتي في الدنيا. فانت محتاجه تعملي ايه؟ تاخدي المسؤوليه بتاعت ان انا اقول حقيقي اتظلمتي. تمام. طب وبعدين؟ وبعد ما اتظلمتي هتفضلي عايشه حياتك كده؟ بس في الناس دي اهلي، الكلمه دي بسمعها على طول. طب ماشي، تفتكروا يا جماعه ان الناس اللي جايه كلها عشان تتعافى او تتعالج ما كانش مشكلتها مع اهاليها؟ تفتكروا ان انا البوردر لاين اللي جالي وخلاني النهارده دكتوره وبتكلم مع الناس ما كانش بسبب اهالي وناس؟ ما هي شكوى الناس دايما. كل ما حدش بيجي يشتكي يا جماعه من ان هو عربيته اتخبطت ولا فقد شغله، كان شكوى الناس كلها بتيجي بتتعالج بسبب ناس. طب وبعدين؟ ناخد المسؤوليه والقرار وحاجات كتيره جدا، ان احنا نبتدي نتعلم ازاي نتعامل مع نفسنا. في جزء هنا كمان كبير جدا بقوله للبنات حبايب قلبي، يعني انا معايا كذا بنت والله يا جماعه، يعني انا مش عايزه اتكلم في كيسز تكون صعبه قوي علشان ما اوجعش قلبكم، يعني معايا حالات توجع القلب بمعنى الكلمه يعني، لان سبحان الله النفس دي مليانه اسرار كبيره جدا. بس يعني في ناس بيتمارس عليها ظلم، ممكن تكونوا يعني اكبر بكتير، وانا مش بقلل من وجع حد، بس ممكن يكون اكبر بكتير جدا من من ان انا اكون بتشتم ولا بتضرب يعني كان معايا بنت الله يعافيها يا رب ويكرمها، اما بتتخانق مع باباها بيضربها بسكينه يعني. فالنقطه هنا في ان انا هنا محتاج ان انا اعمل ايه؟ ابتدي اتعلم اخد بالي من نفسي واخد المسؤوليه بتاعت ان انا اخد بالي من نفسي. لان لو جينا فكرنا هنا تاني، لومي زي ما تلومي على قد ما تقدري. بصي ابذلي كل طاقتك ومجهودك في انك تلومي كل حاجه حواليكي. طب وبعدين؟ ماشي. طيب انا لحد هنا ربنا كان كريم معايا جدا الحمد لله، وهو على طول كريم معايا مش بس، لكن الموبايل هيفصل شحن، البتاع ده هيفصل شحن، فانا هبتدي اقفل عشان هنسجل الجلسة، وانا لايف على تيك توك هكمل. خشوا علشان الناس اللي بتسأل ممكن بقى ابتدي ان انا ارد عليهم، معانا لسه نص ساعة وان شاء الله اسيبكم.
اتبسطت جدا معاكم. عارفة ان في ناس ممكن تكون بعتت اسئلة، انا هرد على الاسئلة بتاعت التيك توك. اوكي تمام، وان شاء الله باذن الله اشوفكم مرة تانية. حاضر، هنبعت البي دي اف. مارتينا لو سمحتي بعتي البي دي اف على الجروب. اوكي، اللي عنده اسئلة حبايبي يخش لي لايف على تيك توك. كتر الف خيركم، ربنا ينفع بيكم ان شاء الله باذن الله. اراكم على خير في مرة تانية، ربنا يلهمني فيها ان يحط على لساني فيها اللي ينفعكم. يلا، حاضر، لينك اللايف. طيب ابعتي لينك اللايف يا توته. ماشي، بعتها لهم على الجروب. اوكي، يلا بينا بقى نشوف أسئلة. يلا بينا نشوف أسئلة، بسم الله. نقفل هنا. باي باي.